السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. شكرا جدا من القلب لكل اللي واقف جنبي وساندني الأيام دي. شكرا لكل اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني واقفين جنبي. بجد بجد انا تعبت جدا في القناة دي وفضلت كان في وقت من الأوقات كنت يائسة جدا ان هي ممكن تظهر او ممكن ان هي تبان. بس الحمد لله والشكر لله بفضل وقفتكم جنبي وفضل ربنا، الحمد لله والشكر لله. يعني احنا بادئين نندح كده زي اللي بيقول لك كده. فانا بس طالبه منكم ان احنا نشترك في القناه، وان احنا نضغط لايك للفيديو. اللايكات يا بنات بجد، لان اللايك ده هو اللي بيرفع اصلا من الفيديو. فانا عايزاه كده اي حد يشوفني كده وحابب يقف جنبي. انا عارفاكم كلكم جدعين ما شاء الله عليكم. فربنا يكرمكم يا رب ويوسع رزقكم ويهدي لكم عيالكم يا رب ويخليه لكم. فتقفوا كده جنبي كده ونضغط كده لايك للفيديو علشان نبدأ نرفع الفيديوهات ونرفع القناة واكبر كده بيكم ومعاكم بإذن الله. النهارده يوم زي اي يوم عادي، هتكلم فيه وهفضفض فيه في شويه حاجات الحقيقه كده شويه حاجات مضايقاني كده. بس هقول لكم على حاجه، انا هبدا عصر جديد. انا قررت كده، انا قررت ان انا اغير كده من نفسي. يعني ب... انا باخد كده دور التضحيات الكتير دي. لا يا بنات، ما عادش الكلام ده. بلاش نعود كده عيالنا ونقول لهم ضحهم ومش عارفه ايه، ومش مهم انتي والمهم البيت والمهم ابو العيال والمهم العيال، لكن انتي مش مهمة خالص في اي حاجة وفي كل حاجة. لا لا لا، احنا عايزين نبدأ عصر جديد. انا قررت مع نفسي اني هبدأ عصر جديد. المهم انا في كل حاجة على فكرة. يعني انا كنت دايما مش مهم انا في كل حاجة، مش مهم انا في اي حاجة، في حتى لو حاجة بسيطة كده مش مهم انا، حتى في المناب. لكن لا يمكن، لن اتخلى عن منابي التاني ابدا. لا يمكن يا بنات، عادتها هتحصل. فبعد كده انا المهم ومنابي مهم وكل حاجة في البيت ليا هتبقى مهمة. اهم حاجة هتبقى في البيت علشان حتى نفسيتي انا. لان بجد احنا كنا بنشوف امهاتنا زمان من كتر التضحية، والام ما تاخدش حاجة والام اللي تفرق ومش عارفة ايه، فبتبقى التضحية بتاعتها بزيادة كده. هنكمل الكلام ده بس تعال نشوف احنا عملنا ايه. انا عملت للفراخ بتاعتي دي، مش فراخ دي اجنحة. بعت كده ابني قلت له خد يا كريم 25 جنيه وروح هات لي كل اجنحه. فجاب لي كل الاجنحه دي، ودي حاجه اقتصاديه هنقضي بها يومنا النهارده ب25 جنيه. فكريم راح جاب لي وجه الله يصلح له الحال. يعني سمع الكلام بس من بعد 5 6 7 8 9 مناحيه كده وشويه صويت كده. يعني فالحمد لله سمع الكلام ومشى. يعني زي اي عيل عادي، يعني ما بسمعش الكلام. فبعد ما مشى بقى وجاب لي كل الاجنحه ده، فانا حطيته كده وحطيته وشلت اي حاجه تبقى فيه كده، وعملت له محلول من النقع، شويه من ملح كده وليمون وشويه من الخل، وسبته يتنقع على جنب. ورحت كده بقى بدور في التلاجة، بقول انت فيكي انت فيكي لحمه. قلت نص كيلو لحمه واجنحه؟ لا 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 لا، ده لعبه النهارده بقى. فقمت جايبه نص كيلو اللحمه كده زي ما انتم شايفين، وقمت بشرله كده بصلايه كده متوسطه، وعصره كده الميه بتاعتها وحطها عليه، وهبشر له كمان كده فلفلايه كده. تمام. بحب الفلفل مع الكفته عشان بتحسسني كده، تدي حاجه خضره كده في الكفته بتبقى حلوه قوي. لكن انا طبعا مش هطلع كبه الخلاط. لا يمكن، الدنيا نظيفه عندي والدنيا زي الفل. وما دام الدنيا نظيفه وزي الفل مش هطلعها يا بنات. لا لا يمكن. معقول انا هوسخ حاجه تانية غير المبشره دي؟ هي المبشره دي هتقضي بالغرض وهتبقى الدنيا زي الفل. هحط لها بقى شويه توابل، هحط لها معلقتين بقسماط، هحط لها شويه بيكنج باودر، تبقى الكفتة بتاعتي تمام وجاهزة. وعجني بقى، اعجني بقى يا عسلية بقى، وخلي كده عجني كده ايدك كده. اللحمة كانت ساقعة ووجعت لي ايدي ووقفتها. عجنت عجنتين تلاتة، قلت لك كفاية عليكي كده. ما انا ما عادش فيها صحة. ما هو ما فيش، ما عادش خلاص، هي الصحة راحت بجد يا بنات. بجد احنا بنقعد نقول للواحدة ضحي، الواحدة مش عارفة ايه، وكلنا بنشوف امهاتنا زمان لا كانوا بياخدوا منابات وبتضحي في البيت، وهي اخر واحدة كانت تاكل اي حاجة في اي البيت. واحنا ماشيين على هذا المنهج. ما عدناش نعلم عيالكم كده، ما عدتوش تعلموا عيالكم كده. احنا نعلم عيالنا انت تروحي برنسيسه، تاكلي اللي انت عايزاه، تعملي اللي انت عايزاه، تعملي لك مناب زيك زي جوزك بالظبط. انا عايزاكم تعلموا عيالكم كده. انا بحل في الازازه ان هي تنزل نقطه زيت، بتقول لي ما فيش يا بنتي، نزلي نقطه زيت، كفايه مصاريف، مش عايزين نصرف، مش عايزين نبعت نجيب حاجه من الدكان، بقى كفايه كده. ما هيش راضيه. لكن المهم حطيت معلقتين الزبده ونزلت نقطتين الزيت، والوقتي هبعت ابني يبقى يجيب لي ازازه زيت. شويه بقى كركم. قمت بعت جايبه كمان مرق الدجاج وشويه كركم ومش عارفه ايه.
البهارات كانت خلصت عندي خالص. انا هسكت؟ لا يمكن، ما عندناش الا الجيران بتوعنا. رحت عند جيران كده قلت لهم يا جيراننا انا ما عنديش بهارات، هاتوا لي شويه بهارات، ما انا مش هعمل كل ده والاخر مش هلاقي بهارات احطها في الاكل. رحت شحطت بهارات، بس للاسف ما كانش عندي ليمون. وبس برضو رز يعني ما قالش لا من غير الليمون، الليمون الناشف ده. فما قالش لا، عدى يعني عادي. هحط بقى شويه دي وهعمل بقى خلطه. هعمل ايه؟ الاجنحه دي كنتاكي هدلعها، ما تبقاش اجنحه ومش متدلعه، لا اجنحه وندلعها يا بنات. ماشي. فحطيت بقى ايه، حطيت يجي ربع كيلو كده من الدقيق، عليهم معلقه كبيره كده من النشا، عليهم بقى توابلك وبهاراتك، وعليهم نص معلقه من البيكنج باودر. هنقلب كده بقى كل الحاجات الجميله دي. انا كنت قاعده احلف كيس البيكنج باودر يعني عشان يجيب لي نص معلقه والله. يعني بحلفه معلقه كده من الكركم صغيره، علشان ايه ما تغمقلكيش الدقيق قوي. واحط نص الخليط اللي انا عملته ده، نصه في قلب البلاستيكيه دي، ونصه كده على الناشف. وكده بقى هقلبه كده، نعمل خليط زي خليط الكيك، يكون تقيل كده ما يكونش خفيف. انا قاعده احط سنه بسنه من الميه علشان الميه ما تتكبش كده مني مره واحده، وايه وتسيل لي الخليط اهو. زي ما انتم شايفين خليط كيك كده، تكون تقيل كده زي كده بالظبط. وهننزل فيه بقى شويه الاجنحه بتوعنا او الفراخ بتاعتنا. كانت والله اكله جميله جدا جدا جدا. طبعا انا اعز المصمصه زي يعني فانا كانت اكله حلوه قوي، قعدت مصمصه. والواد برضو اللي اسمه عبد الرحمن ابني ده برضو بيعز المصمصه زي يعني. فايه كان كل شويه يقعد يقول لي مصمصه مصمصه، قلت له مصمص بقى للصبح يا عبد الرحمن، احنا النهارده عندنا كله مصمصه، ما فيش ايه، هو كله كده. الحمد لله الشكر لله، كانت اكله حلوه قوي قوي قوي. بحبها جدا الاجنحه دي، ما بتكون كريسبي كده بتكون حلوه قوي. بتكون كنتاكي وبتفرط بقى يا بنات، فاهمين ايه بقطعها كده ايه بتفرط كده. دي بقى الست البيت المدبره اللي ايه اللي بتعمل العمايل الحلوه اللي احنا بنعملها دي. فاهو حطيتهم بقى كده وظبطت لهم ملحهم وبهاراتهم اللي احنا جايبينها من عند الجيران، وتمام والدنيا تمام وزي الفل. هقعد هعمل بقى هصبع الكفته. انا كده خلصت وقنعت الفراخ بتاعتي ومنقوعه شويه. قمت بقى عشان اشتغل، ما دام هشتغل بقى. دي برضو الكفته بتاعتي كنت دخلتها التلاجة شويه بقى، عم ايه اما جيت اصبعها كده. قمت بقى هحط الفراخ على النار، وهحط ايه الكفته دي في قلب الفرن كله كده خلاص يعني ايه. ساعة الغدا كده قمت ايه قلت اعملهم. هو كان نص كيلو كفتة وبيعمل 10 صوابع، عشان اللي عايزة دي تحسبها يعني. هو نص كيلو كفتة بيعمل لك 10 صوابع حلوين كده وزي الفل وكده وايه. وتعمليهم كده على عشرة الشيش كده. وتجيبي كده مية البصل اللي انت سايبينها كده، ايه وتقومي حاطه ايدك فيها كده، وتديه جفر كده بمية البصل من بره عشان ياخد لك ياخد لك تحميره كده على طول. الكفته تاخد تحميره كده من وشها، والكفته دي اللي هتفك معاكي وجوسي من جوه وخفيفه ومفرغه مش مكتومه. حلوه جدا جدا جدا، بتتعمل كده باسهل ما يمكن، وطعمها روعه روعه روعه. ممكن بعد ما تخرج تعملي لها فحمايه او لا. انا الحقيقه كسلت ما عملتش فحمايه ولا دخنتش ولا بتاع، لاني الحساسيه الايام دي زايده وعامله عمايلها فيا. فقلت ولا فحم ولا هو كده حلو قوي. ما هو احنا هنراعي صحتنا من هنا وجايه، لكن نقعد بقى نولع وندخن وما يهمناش نفسنا. لا لا، انا زي ما قلت لكم انا هبتدي عصر جديد. مش هيهمني ان نفسي وبس. اهم حاجه منابي، اهم حاجه انا، اهم حاجه اتوصى بنفسي يعني. ما عادش متوصيه بحد تاني، هتوصى بنفسي انا وبس. ماليش دعوه اللي يجي بقى، ما جاش ما جاش، اللي هياكل ياكل واللي ما ياكلش ما ياكلش. نحن نبتدي عصر جديد. انا بقول اهو هخلص بقى. شفتوا بقى دي اللي كنت واخداه وقسمته بالنص، حطيته كده زي ما انتم شايفين. وهبدأ كده اني ايه الانبوبة ساعتها عملتها فيا. انا من يوم ما عملت الاسبونش، والاسبونش كان الانبوبة طافية عليه، كان طفى الفرن، قعدت شغالة فوق لسه كمان يوم واحد، والوقت طفت كمان فوق. فبعد كده بقى غيرت الانبوبة ودخلت الصينية ديت ايه الفرن استوت، وكانت الفراخ بقى خلاص بقى بدأت رخرة تستوي. لكن انا ما كنتش لسه دخلت الايه الكفته. المهم بقى خلصت الكفته، طلعت الكفته ما تقعدش اكتر من ايه 10 دقايق ربع ساعه في الفرن. تبقى على نار عاليه كده وحلوه كده، علشان ايه ما تنشفش معاكي وتجلد معاكي واكنك بتاكل كاوتش. احنا عايزين ناكل كفته، مش يوم ما نعمل كفته ناكل كاوتش. لا يا بنات، خليكي كده ايه شاطره. شوفوا شويه الرز كان مفلفلين، وريحه الزبده كانت جميله. طبيخ بالزبده الحقيقه بيفرق يا بنات، بيفرق بيبان يعني، الصرف بيبان. وشوفوا اهو عيالي بقى مش صابرين، يلا يلا انت لسه هتصوري؟ مفيش الكلام ده. الفراخ كانت حلوه جدا. بعد بقى الاكل وقعدنا وهضمنا، وكانت اكله حلوه الحمد لله والشكر لله، واكله جميله ومليله بطننا وحمدنا ربنا.
الحمد لله. قال لك احنا عايزين حاجه حلوه. حاجه حلوه ايه يا ولاد؟ قال لك ملناش دعوه، احنا عايزين حاجه حلوه. المهم قلت له انت عايز ايه يا ابو العيال؟ قال لي انا عايز كنافه. المهم وقلت للعيال انتوا عايزين ايه؟ قالوا احنا عايزين مش عارفه ايه، بسبوسه. المهم قلت لهم لا مفيش الكلام ده، انا هعمل جلاش ملوش علاقه بالاتنين اللي قالوا له عليهم. ما اعرفش ازاي، قلت لهم مفيش، هو جلاش. يعني هو كان قايل لي قبل ما يخرج كنافه، جه لقاها جلاش. قلت له هو كده، هو ما عادش تقلق على حاجه بعد كده. انا هعمل اللي انا عايزه اعمله، مش اكتر من كده. فبعد كده انا باقول لكم كده اهو، بعد كده أهو لفيت صينية الجلاش دي في ثانية. انا اخترت الجلاش دي لأ مش من حب بس في الجلاش، لأ انا باحبه معاكم، بس انا اخترت اسهل حاجة ممكن تعمليها في 5 دقايق. وانا الواد الصغير، الواد اللي اسمه ملوك ابني كده الصغير العسلية ده، بيبطلش عياط 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 عياط. وانا مستحملة كده وصابرة والله عليهم، واشتري الواد على ايد واعمل بايد وما اقولكوش، ومنتج وهو بيعيط، وتقعدوا كل مره تسمعوا صوته في قلب الفيديو. فالموضوع ده انا الحقيقه الايام دي تعبانه جدا جدا جدا. تعبانه نفسيا اكتر كمان. لكن لا لا، انا هدلع نفسي وبراحتي كده، واعمل الحاجه براحتي، وما عدتش جايه على نفسي في اي حاجه. انتوا معايا ولا لا؟ اكتبوا لي في التعليقات، اهم حاجه تكتبوا لي في التعليقات. بحب تعليقاتكم جدا. لفينا صينيه الجلاش في ما فيش كده. حتى كريم ابن ادم انت عملتيها بسرعه ازاي؟ ما قلت له ما عدتش عامله حاجه. هو احسن حاجه الحاجات السريعه 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 دي. رحت جبت سكينه بقى وقطعتها زي ما انتم شايفين، وهحط عليه حوالي 3/4 كوبايه من السمنه، من من السمنه او الزبده. فانا حطيت النهارده زبده على زيت، يعني انا ما كانش عندي سمنه، فحطيت زبده على زيت كده حوالي 3/4 كوبايه. الحقيقه انا ما عيرتش، بس هو حوالي يعني. المهم بتحطي كده، هو اصلا الجلاش من طبيعته ما بشربش اكتر من اللي هو هياخده، ان كان شربات او كان ايه السمنه بتاعته. فمش هيشرب، هو هيشرب على قد كفايته، وفي الاخر هيسيب لك الباقي. بس هو طلع المقدار مظبوط بالظبط وما سابش حاجه، والصينيه كانت تمام ما كانش فيها اي حاجه. انا كنت هنا سايبه البتاع، مش ان هي كده خلصت، لا، كنت بزعق في العيال، بجري وراهم. كنت بجري ورا عبد الرحمن ساعتها بالشبشب، والله زي اي ام بالظبط. صوتين كده وجري وراه بالشبشب. ومش عارفه كان بيعمل حاجه بيغيظني، كان بيشك بيعمل حاجه في اخوه الصغير فبيغيظني، فطلعت اجري وراه. وده طبيعه الحال يعني. دخلتها الفرن وطلعت كده زي ما انتم شايفين كده. انا اصلا كان عندي شربات، فهو ده اللي مشجعني ان انا اقوم اعمل حاجه. والله لولا كده ما كنت عامله شربات. ده كنت عندي من اخر مره عملت بسبوسه وجلاش فيها، كنت عامله شربات بزياده، ففضل عندي شويه ايه الشربات دول. فانا قلت بقى استغلهم ونعمل لهم حاجه حلوه النهارده. فعملت لهم ايه لفه الجلاش دي حلو كده. مقدار شربات وكوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه، وسيبها تغلي، ما يبقى شربات متوسط كده، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. ده احلى شربات ليه. فالشربات ده كان ايه، كان ساقع. وهو الشربات بياخد شربات مش سخن، بياخد شربات ساقع كده، وبيكون ايه متوسط، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. والشربات ده كان مظبوط ما شاء الله عليه، وكان حلو قوي. وطلع الجلاش شايفين شكله عامل ازاي، شايفين لونه عامل ازاي. الحقيقه الزبده كانت حلوه قوي. الزبده من الحاجات اللي حلوه في الجلاش جدا جدا جدا، احسن من السمنه كمان. بتديله لون حلو وبتورقه. ومش لازم انك تقعدي تدهني ورقه بورقه ولا الكلام ده. وانا لف الجلاش ده كل ورقتين مع بعض، مش ورقه واحده بس، عشان تبقى الجلاشيه حلوه كده وايه ومورقه من جوه وحلوه كده، وتاخدي قطمه كده. الحقيقه كان طعمها حلو قوي قوي قوي. شايفين شكلها حلو جدا وطعمها حلو كده. بقول لكم يلا بقى مع السلامه، حق يومي خلص وروتيني خلص. وبشكرك جدا على الايام دي والدعم اللي انتوا واقفين جنبي فيه. شكرا جدا من قلب. ربنا يجازيكم خير عني يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ويجعله في ميزان حسناتكم، وسع عليكم يا رب ويرزقكم يا رب. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.